مرحبا بكم في برنامج للصوت حكاية. معكم أخوكم إدريس الأحمدي، أعمل في التعليق الصوتي والمونتاج، وأسعى لأن أكون محترفا في هذا المجال. سوف أقدم لكم اليوم قصة بعنوان لا تلتفت للماضي. يحكى أن رجلا مشردا كان يجلس فوق صندوق في محطة قطارات قديمة ليتسول المال من المارة. ومرة مر عليه رجل فسأله: هل تعرف ماذا بداخل الصندوق؟ قال: لا. فسأله ثانية: هل تعرف ماذا بداخل الصندوق؟ قال: لا. وماذا عساه أن يكون؟ صندوق فارغ في محطة قطارات قديمة. قال له الرجل مرة ثالثة: هل تعرف ماذا بداخل الصندوق؟ قال المتسول: لا، أنا هنا منذ 30 عاما ولم أفكر أن أفتحه. فطلب الرجل من المتسول فتحه، والمفاجأة وجد ذهبا كثيرا يكفيه بأن يعيش ملكا لعدة 50 عاما. العبرة من القصة: انظر لما تعيش فيه الآن، لا تلتفت للماضي ولا تفكر بالمستقبل، فبيدك الآن مفاتيح استقرارك وسعادتك.